ابدا ابدا ما ببالغ، ب3 مكونات واقتصادي، وقد ما اقولكم طعمته يا جماعه بتشهي. لا 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 قولوا اكثر. هالحلا الاقتصادي اللي رح يتفق على حبه الكبار والصغار. فكالعاده احبائي خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى اكسب اجر انا وانتو. بتمنى نضغط لايك هلا واحنا عم نحضر بالفيديو فضلا ليس امرا، ونقول بسم الله ونبلش. كيف ما شفتوا عندي هون جيلي انا مستخدمه على فراوله، اكيد بتقدري تستخدمي النوع اللي بتحبيه وبتفضلي. كل شيء عملته اتبعت كل الخطوات اللي مكتوبه عندي على العبوه بالنسبه لاضافه المي. بعد هيك حطيته ببايركس تمام، وبدخله على الثلاجه لحد التماسك. بطلعه من الثلاجه وبقطعه لمكعبات، والمفروض المكعبات ما تكون معنا كتير كبيره وبنفس الوقت كمان مش كتير صغيره، خليه هيك شكلها يكون معاكم لطيف. قطعت كليات الكميه بهذا الشكل. بعد هيك بحرره بواسطه السباتولا تمام، وببدا اوزعه بالكاسات. هلا انا عامله على نكهتين، عملت على فراوله وعملت على مانجا، وزعته بالكاسات وببدا اعمل للطبقه الثانيه. حاستخدم ايضا جيلي على فراوله، وبتبع كل الخطوات اللي مكتوبه عندي على العبوه، ولكن بدل ما بنضيف مي بنضيف حليب. يعني بدل ما بنضيف المي السخنه بنضيف حليب ساخن، وبضيف علبه من القشطه، هي مكون اختياري ولكن بتعطيكم نكهه كتير طيبه. ضفت بعد هيك الحليب البارد، بخلطهم بالخلاط